بما اننا كل يوم الصبح بنصحى نلاقي الدنيا مقلوبه، مطارات بتتقفل وطيارات بتتطفي، ولو انت مسافر اهلك تقريبا بيكلموك كل 5 دقايق، وطبعا كل اسئلتهم هو انت في خطر؟ طب يا ابني الطياره هتطلع، هتطمنا ازاي؟ فطبعا دي اسئله في بالنا كلنا. فقبل ما تتوتر تعالى اقول لك ازاي تعرف تتصرف لو انت مسافر وقت ازمه. اول غلطه انك تعتمد على بوست في الفيسبوك او موقع غير مؤكد بيقول خبر عن الطياره بتاعتك. فلو انت حاجز تذكره، المكان الوحيد اللي تتاكد منه من حاله الطياره بتاعتك انك تدخل على الموقع الرسمي للطيران، وبعدين تعمل مانج ماي بوكينج او اداره حجزي، وتشوف الطياره بتاعتك حالتها ايه وتتابعها بنفسك. او طبعا الحل الاسرع انك تتصل بالرقم المختصر لاي شركه طيران وبيكون موجود على الموقع الرسمي بتاعهم. بس النصيحه الثانيه لازم تعمل تشيك ان قبل ما تروح المطار، خصوصا في وقت الازمات. التشيك ان بيحميك كتير جدا وبياكد لك ان الطياره بتاعتك طالعه في الميعاد بتاعها. وطبعا في نقطه مهمه جدا وتعلمناها من اهالينا زمان، كارت الطيران وصوره من جواز السفر يكون معاك منهم نسخه ورقيه مش بس على الموبايل. وقت الازمات وبالذات في المطار خلي يكون معاك دايما الشنطه اللي تطلع بيها على الطياره هي شنطه الطوارئ، وبالتالي لازم يكون فيها جدا 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 شاحن، باور بانك، ادويتك الاساسيه، ولبس احتياطي كمان يكون معاك. واخر حاجه يكون معاك كاش زياده مش بس معتمد على كريدت كارد او الموبايل. وازاي تطمن اهلك وبطريقه ذكيه جدا؟ طبعا هم هيفضلوا معاك من اول ما تدخل المطار لحد ما توصل عند باب الطياره. اول لما تركب الطياره ابعت لهم رساله انك بقيت في الطياره، ويقدروا ساعتها يدخلوا على فلايت رادار او فلايت اويت. دول برامج بتقدر تدخل رقم الطياره وبيحدد كل تفصيله بتحصل مع الطياره ديت من اول ما تكون على الارض لحد ما توصل بسلامه. يعني وهي في الجو وهي موجوده في اي مكان يقدر يعمل تراك لايف للطياره عشان تقدر تطمن اهلك وتاكد ان انت طلعت بالسلامه. لو حصل الغاء لرحلتك ما تتوترش خالص، واتصل بالرقم المختص لشركه الطيران واسالهم عن حاجه اسمها ري بوكينج، امتى هيتم اعاده جدوله الرحله بتاعتي او هتتنقل في اي مكان. ولو انت كنت وصلت المطار فهم مسؤوليتهم ان هم يوجدوا مكان تسكن فيه لحد ميعاد الطياره بتاعتك، فدي حاجه اتاكد منها ولازم تراجعها. طول عمري بقول ان السفر مش مغامره عاميه، لا دي كل حاجه بتكون محسوبه، واحيانا بيكون القدر هو افضل حليف ليك. عشان كده احسب كل حاجه واعرف كل المعلومات كويس قوي عشان ترجع من رحلتك تحكي حكايات وحواديت عن اللي حصل. لو الفيديو ده فادك ابعته لكل اصحابك وقرايبك اللي مسافرين قريب عشان تعرف تطمن عليهم ويعرفوا يتصرفوا وقت الازمه. وطول ما احنا في رمضان موجودين في تحدي سنه اولى سفر، وده حقيقي فعلا هو اختبار حقيقي للسفر. يا رب دايما مسافرين بابتسامه وبامان.